السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة وصفات ماما فاطمة. نتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الرغيفات ديال الزيتون والزعتر، كيجيو من أروع وأحسن ما يكون عن تجربة. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وترقكم وتنال الرضا ديالكم. اول حاجه ان شاء الله غادي ندوزو هنا المقادير. عندي هنايا 2 زليفونس ديال الدقيق الفورس الابيض الرطب، وعندي هنايا سلافه ديال الفينو يعني دقيق الحرش. هاد الدقيق هذا من بعد ما غربلته غادي ناخذ منه 3 ديال المعالق ديال الفورس، وغادي ناخذ منه 2 معالق ديال الفينو. هادو هما باش غادي نبسبس ان شاء الله، هادو هما باش غادي نفرق ديك المسمنات ديك الرغيفات ديالنا، غادي نخليهم على جنب. وعندي هنا زلافه ديال الزبده والزيت. بسم الله غادي نخلط هاد المقادير هادي. ما غاديش ندير انا لا سكر ولا خميره ولا خماره، غادي نعجنهم طبيعيين غير بالماء والملحه. والاضافه اللي غادي ندير هي معلقه ديال الخل. بسم الله. هاد العجينه غادي نكتفي بها غير بمعلقه ديال الخل. هاد الخل تيعطيهم الهشاشه وتيجيو هاد الرغيفات هادو تيجيو فنين. دائما الملحه كتبقى على حسب الذوق. انا غادي ندير الملحه اللي غادي تكفيني، ما نكثروش لان الزيتون تيكون مالح. بسم الله. وغادي ندوز نعجن هاد العجينه ديالي ان شاء الله، وغادي ندلكها مزيان واحد 3 دقائق ان شاء الله، ونتلاقى معكم باذن الله. هاد الرغيفات كيجيو فنين، كيجيو غزلان. اللي عنده العجانه يعجنهم بالعجانه. من بعد ما جمعت العجينه دلكتها هنايا واحد 3 ديال الدقائق. هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا. وغادي نديروها في البلاستيكه نخليوها ترتاح، وندوز ان شاء الله نوجد معكم الحشوه. غادي نخليوها هنايا في البلاستيكه واحد 10 ديال الدقائق يعني ترتاح ان شاء الله. نتلاقى معكم. وبالنسبه للحشوه عندي هنايا 2 كيسان ديال الزيتون بالعظم. انا زودت له العظم وعاد نزلته هنايا. وعندي معلقه كبيره من الزعتر ندير هادي، غادي نحكها بيديا على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف ليها 2 معالق ديال الزيت وغادي نطحنها. جوج معالق ديال الزيت، وغادي نطحن هادشي كامل ونتلاقى معكم ان شاء الله. الزيتون ديالنا ها هو من بعد ما طحناه مع الزعتر مع 2 معالق ديال الزيت كيجينا على هذا الشكل هذا. وهذه العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت دابا غادي نشكلوا منها كرات ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ان شاء الله، وغادي نشكلوهم. هانتوما العجينه ما شاء الله ها هي تتكون ارتاحت. ما غادي نحاول نشكل منهم كويرات من حجم 100 غرام باش يجيوني كلهم قياس واحد.
انا غادي نستمر ان شاء الله حتى نشكلهم كاملين وغادي نخليهم يرتاحوا، ومن بعد ما يرتاحوا ان شاء الله نتلاقى معكم. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا دابا غادي ندوزو ان شاء الله نشكلو. بسم الله. كندهنوا المكان بالزيت، بشويه ديال الزيت، وغادي نطلقوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. حاولوا نطلقوها بالطول. نحاولوا نطلقوها مزيان بهذا الشكل هذا. هانتوما بعد ما طلقتها مزيان غادي دهنها بشويه ديال الزبده، ندير شويه ديال الدقيق هنايا، وغادي نحاول على هذا الشكل هذا. غادي نديرو دائما شويه ديال الزبده، وغادي نديرو الزيتون ديالنا على هذا الشكل هذا. وغادي نردو على هذا الشكل هذا. غادي نحاولوا نجمعوهم على هذا الشكل هذا مرخوفين، ما غاديش نزيروهم. وغادي نشدوهم على هذا الشكل هذا، وغادي نخليهم على جنب يرتاحوا. نكمل. كندهنوا بشويه ديال الزيت، كيجيو هاد المسمنات كيجيو غزلان، كيجيو رائعين، كيجيو بنان. هانتوما تشوفوا كيفاش كيتنفخوا، شوفوا كيفاش كيجيو ما شاء الله. شوفوا شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو، شوفوا كيفاش كيتنفخوا لراسهم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بلا خميره بلا خماره. هانتوما تيتنفخوا تيتجعبوا لراسهم تيتفرقوا تيجيو فنين، تيجيو غزلان الا تبعتو بهاد الطريقه ديالي المتواضعه. المسمنات ديالنا ديال الزيتون والزعتر كتجي هديه النتيجه النهائيه ديالهم، كيجيو فنين، كيجيو رائعين، كيجيو بنان مقرمشين، كاع داكشي اللي كتقلبوا عليه تلقاوه في هاد المسمنات هادو.
وخصوصا الا كان شي زيتون ولا يحلو ماشي حار، مع ملي تطحن مع الزعتر مع الزيت تيجي تعطي واحد البنه رائعه. الشكل ديالهم نتوما كتشوف كيفاش كيجيو مرقين، كيجيو مذهبين. يا سلام يا سلام على هاد المسمنات، بكل تواضع كيجيو فنين. شوفوا هانتوما انا حليت معكم وحيده، شوفوا كيفاش كيجيو، شوفوا كيفاش كيجيو مرقين. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو مرقين، شوفوا كيفاش كيجيو رائعين ومحلولين بوحدهم. هانتوما شوفوا الوريقات ديالهم كيفاش رقاق. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو رقاقين، يجيو فنين. اما المذاق ما نقول لكمش عليه. يا سلام يا سلام. الا جربتوهم ان شاء الله وتبعتوا الطريقه ديالي متواضعه غادي تلقاو داكشي اللي كتقلبوا عليه. شوفوا كيفاش كيجيو مرقين، كيجيو فنين. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتروقكم وتنال الرضا ديالكم. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.